أعزائي وأحبائي، أحب إن أنا أصور لكم النهاردة كوبري ميامي. كوبري ميامي أحبائي ده في مدينة الإسكندرية، زي ما أنتم شايفين جمال الكوبري. طبعا لسه معمول سنة 2023. وادي شاطئ ميامي بعد التطوير، شاطئ جميل جدا وجميل جدا ورائع جدا ورائع جدا. يعني الواحد بيصحي طبعا الساعة 9 الصبح بيقول الكلام مرتين عشان لسه ما فطرش. احنا النهارده 27/12/2023، كل سنة وانتم طيبين. ودي الأجواء في الإسكندرية والبحر زي ما انتم شايفين، وجمال البحر والأمواج والصوت. وادي كوبري ميامي زي ما احنا شايفين. هنحاول نصور لكم يعني المنظر بشكل ايه ابعد من كده. هنا بقى شباب يجتمعوا ويلتقوا، الحبيبة وغير الحبيبة، ويجوا يتفسحوا هنا ويتمشوا. كوبري جميل جدا ولذيذ جدا. نلتقي بعد الفاصل. والتقينا بعد الفاصل أعزائي، وبنكمل لكم الكوبري. طبعا تخطينا الشباب الحبيبه اللي واقفين عشان خاطر طبعا ايه ما حدش يقول لك انت بتصورنا وممكن يعني يحصل مشاكل، ما تعرفش بقى يعني ايه يعني. بس خلاص، فاحنا هنا بنقوله اللي عايز يجري، الجماعه الاسكندرانيه، الجماعه اللي عايز يجري على البحر يجي يجري في المكان ده، ياخده من اوله لاخره كده، بيبقى جميل جدا. ممكن تصحى 7 الصبح يوم جمعه، 8 الصبح قبل صلاة الجمعة، واخد بالك، وبعدين تركب الكوتشي وتركب الترنج وتيجي تجري على البحر في المكان الجميل ده زي ما احنا شايفين. هو شبه كوبري ستانلي اللي في رشدي. طبعا كوبري ميامي جميل جدا وحل مشكلة جميلة جدا، وبقى مظهر حضاري رائع لمدينة الإسكندرية. كوبري ميامي على طراز كوبري ستانلي، على طراز كوبري ستانلي. طبعا هنا ايه بنحب نحيي الناس اللي جت من الجيزة ولا من البحيرة معرفش، وكتبوا هنا ايه الناس اللي جت: الحاج حسن بدوي وعبد الله مبارك وعبد الله واسلام الفقي ومحمد زينهم البنا ومحمود ابو الفضل وعماد بدوي. دول الناس اللي شرفونا من البحيرة او من الجيزة. كل سنة وهم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب. اللي عايز يتصور بقى هنا، اللي عايز ياخد سيشن، اللي عايز يعمل افشخانات وحاجات جميلة كده بالكاميرا، يعني هنا بقى ايه متاح كل ده سواء بالكاميرا بتاعته. وفي هنا شباب بيقفوا يصوروا طبعا ايه. واحنا بنصور يا شباب برضو بنصور لكم شاطئ ميامي الجزء الثاني. وفي ناس بتتدرب هناك ايه معرفش ده نادي ولا ايه، وراجل كبير بيدربهم زي ما احنا شايفين. ايوه، هوب 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 هوب، بسم الله ما شاء الله. 3 بنات وشابين ومعاهم راجل كبير بس باين عليه رياضي اللي في النص ده. الجو جميل جدا. الساعة دلوقتي داخل على 9:30 الصبح في مدينة الإسكندرية، منطقة ميامي قدام 45. وده شاطئ ميامي، شاطئ جميل جميل وكبير. والجو النهارده جميل، مش عالي والأمواج مش عالية، حاجة محترمة يعني. وشباب زي الورد.
ده ايه كوبري ستانلي زي ما انتم شايفين في رشدي. حبينا نصوره لكم برضو في نفس اليوم اللي صورنا لكم فيه كوبري ميامي. معلش هو يمكن من بعيد شويه، نقرب لكم الصوره شويه. ادي كوبري ستانلي في منطقه رشدي. ده في نفس اليوم اللي هو 27 ديسمبر 2023، نفس اليوم اللي صورنا لكم فيه كوبري ميامي. هتلاقوه برضو في فيديو تاني من الفيديوهات. Did you know that the Great Pyramid of Giza, the oldest of the 7 wonders of the ancient world, has been standing tall for over 4,500 years? This testament to human ingenuity and determination is found in Egypt, a land where history comes alive and where every grain of sand has a story to tell. Welcome to a journey through time as we explore the breathtaking beauty and fascinating history of Egypt. Our first theme is architecture. Egypt is synonymous with grand architectural marvels, and it's easy to understand why. The Great Pyramids, the Sphinx, the Karnak Temple, and the Abu Simbel temples are just a few examples of the architectural genius of the ancient Egyptians. These structures, built thousands of years ago, continue to puzzle modern scientists with their precision, scale, and the mystery surrounding their construction. Each stone, each column, each statue is a page from the past, waiting to be read, understood, and appreciated. As we delve into the theme of culture, it's important to note that Egypt is not just about the ancient world. Its culture is a rich tapestry woven through centuries, with threads from the pharaohs, the Greeks, the Romans, the Christians, and the Arabs. Egyptian cuisine, music, dance, and literature are a reflection of this cultural diversity. The vibrant souks of Cairo, the bustling tea houses, the soulful tunes of the oud, the stories told by the hieroglyphics, all add to the cultural richness of Egypt. Our third theme is natural beauty. Egypt is not just a desert country, it is a country of contrast and surprises. The Nile River, the lifeblood of Egypt, adds a ribbon of green to the golden sands. The Red Sea coast, with its azure waters, pristine beaches, and vibrant coral reefs, is a paradise for divers and beach lovers. The White Desert with its surreal chalk-white rock formations is a place of otherworldly beauty. The Siwa Oasis, a patch of green in the vast desert with its palm groves and hot springs, is a testament to the resilience of life. In conclusion, Egypt is not just a place, it's an experience. It's a journey through time, a journey of the senses, a journey of discovery. From the awe-inspiring pyramids to the vibrant souks, from the tranquil Nile to the bustling streets of Cairo, every moment spent in Egypt is a moment to cherish. So if you're seeking an adventure that combines history, culture, and natural beauty, Egypt awaits you. Pack your bags, book your tickets, and set off on a journey that will leave you with memories to last a lifetime. Because in Egypt, you don't just see history, you feel it, you breathe it, you live it.